ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يا حبايب قلبي نشوف عملنا مع بعض ايه النهارده. عملنا صينيه رز معمر بقى بالوش بالجمال ده. شوفوا بقى الوش بتاعها، شوفوا الوش وشوفوا طريقته وشوفوا جماله وشوفوا الوش قد ايه. رقيق وجميل ولامع وحاجه ايه. تحفة كده منظره بجد. ولا المطاعم تعمله بالطريقة الجميلة دي. بجد منظره جميل جدا ووشه حلو خالص. له طعم بقى، له طعم بقى خطير خطير، طعمه جميل وما تكلفش اي حاجة خالص خالص خالص. هندخل بقى مع بعض ونشوف الجمال ده والقمر ده اتعمل ازاي، من غير اي تكاليف، من غير اي حاجة، من غير ما نفركه بسمن ونعمل فيه العمايل اللي الناس بيعملوها والحاجات دي. لا، بصوا وقطع قطع، يعني ممكن تقطعيه قطع كده وتحطي كل واحد قطعته في طبقه، يعني ولا مهري ولا اي حاجة خالص، ومستوي جميل جدا. السوا بتاعه مظبوط وكده تفرطيه كده، يعني تحسي ان انتي فعلا بتاكلي رز معمر. له طعم وشكل، ومش محبب كده الرز طالع بره كده، خارج منه كده بره وناشف على الوش، لا. انا بعمل الرز معمر يا بنات بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا وما بتكلفش اي حاجه خالص. وتحسي كده انه له وش جميل. ما هو الرز المعمر يا حبايبي ما بتاكلش الا شكل كده، يعني لازم يكون له وش حلو كده. فتاكلي كده وانت نفسك مفتوحه كده، تحسي ان انت بتاكلي حاجه جميله كده. شايفين؟ بصوا قطعته عامل ازاي، مع انه لسه سخن وطالع من الفرن دلوقتي، ولسه البخار طلع قدامكم اهو، بس منظره جميل وطعمه تحفة. والرز بتاعه مظبوط خالص، ولا معجون ولا ناشف ولا اي حاجة. مظبوط مظبوط، رز فلاحي يا جماعة على اصوله، الرز ده فلاحة على اصوله. ده احنا بنعمله، احنا بنجيب اللبن عندنا من الجاموسة، وبنعمل الرز باللبن، الرز معمر بتاعنا بطريقة فلاحي فلاحي فلاح، لان احنا اصلا فلاحين يا جماعة. احنا من الارياف، يعني احنا من الارياف. والرز المعمر ده بقى حكاية على الله حكايتنا بقى فيه. يعني احنا بنعمل رز معمر بجد تحفة. ممكن تعملي جنب فراخ، ممكن تعملي جنب بط، يعني احنا ممكن تعملي فيه حمام من جواه. تعملي كل حاجة، كل اللي انت عايزاه، بس طعمه جميل 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 جدا. احنا بنبقى نحشي الحمام ونحطه في رز المعمر كده، رز معمر بالحمام، ونعمله جنب البط وجنب الحاجات دي. بصوا، ولا تاكلي تورته يا صافي، ايه ده الجمال ده. طعمه يا بنات حكايه 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 وروايه، والله العظيم انا بقول لكم يعني جميل جدا جدا جدا. طعمه ووشه وشكله، تحس انها صينيه كيك، صينيه حاجه حلوه كده. شكلها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف القمر ده عملناه ازاي. بس قبل ما نعمل القمر بتاعنا ده، لازم نشرب مشروب التخسيس بتاعنا اللي احنا متعودين عليه كل يوم. ما انا عامله مشروب تخسيس يا حبايبي بشرب منه كل يوم، واللي ما شافش مشروب التخسيس ده يدخل على القناه بتاعت صافي كريم ويعرف المشروب ده متكون من ايه. انا عندي عامله فيديو للمشروب للتخسيس. كل ما بدخل في المطبخ بقى، الظهر المغرب العصر اي وقت، حاطه الازازه قدامي واخد كوبايه مشروب التخسيس ده، علشان جسمي يبقى رشيق كده وحلو كده، وافضل جميله كده، وافضل قادره امشي وقادره اطلع وانزل وافضل معاكم كده زي القمر كده. الحمد لله انا حاسه نفسي ان انا كويسه. وبعد المشروب ده بجد كان حلو خالص معانا. هنا يا حبايبي خلينا في موضوعنا بقى. معايا الصينيه بتاعت اللي هعمل فيها الرز المعمر. تمام يا حبايبي. هنعمل صينيه رز معمر بقى حكايه حكايه وروايه. فلاحي 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 فلاحي، ولا وشها طالع ولا اي حاجه. انا معي رز غسلته غسله مظبوطه جدا وجميل، وخليته ايه بيلمع. لازم تغسلي الغسيل الرز اللي هتعمليه معمر او بلبن، لازم تغسليه جامد جامد جامد. ليه بقى؟ لان الرز بيظهر نضافته في الرز المعمر، يعني ما تعملي رز معمر لازم يظهر ابيض كده وجميل ناصع كده، من البياض واللبن اللي عليه لازم يظهر ناصع وجميل. لكن لو سبتيه ما غسلتهوش حلو، بيطلع مسمر معاكي ويطلع لونه اسمر كده، ما بيطلعش ابيض كده فاتح خالص كده بالمنظر اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو ده. فلازم تغسليه يا حبيبتي، لازم تغسلي الرز المعمر ده، الرز بتاعه تغسليه مره واتنين وعشرة، عشان يطلع معاكي جميل وحلو. وهنزل بقى، نزلت بالرز بتاعي في الصينيه بتاعتي، وكمان معلقه ملح حلوه كده، وهفضل اقلب في معلقه الملح لحد ما اتوهها كده في الرز خالص خالص كده. آه خالص اتوه الرز. عشان ايه؟ في ناس بيقولوا ايه، ان الملح بيسقط في ارضية الصينية وبيحدق الارضية. لا يا حبيبتي، قلبي 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 الملح في الرز ما بيعملش اي حاجة.
واللبن بتاعي بيغلي على النار، جبته سخن سخن موحوح سخن موحوح. بصوا بقى الجمال، وهكبه كده انزله فوق الرز بتاعي بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. لازم يكون يا حبايبي اللبن سخن كده، سخن نار كده زي ما انتوا شفتوه مغلي، ينزل على الرز بتاعي. تاخدي بقى وش بقى وجمال، والفرن انا مولعاه سخن دلوقتي بيسخن بقى بعد ما جبت اللبن من عليه. وهتاخدي شويه رز معمر، حكايه حكايه، ما تحطيش بقى اي دهون اي حاجه على الرز المعمر. هي معلقه الملح تظبطي حدقك تبع ما انت بحبه، تحطي الملح واللبن وبس. وتحطي فوق الرز عقلة صباع لبن علشان يطلع معاك الرز مظبوط، ولا هو ني مفرفل ولا هو معجون تشيلي منه تبقى لازق في بعضه كده ومش حلو خالص. بصوا بقى خلاص كده الملح واللبن وخلاص، والرز عقلة صباع لبن على الرز. يعني انا بقيس كده عقلة صباع، بعرفكم، انا عارفه، انا بعرف بالنظر اللي انا بعمله، بس انا بقول لكم لو انت مش عارفه مقدار الرز المعمر تحطي عقلة صباع كده، عقلة صباعك على الرز لبن زيادة. تمام يا حبايبي. وكده عملت احلى صينيه رز معمر بقى، وهدخلها الفرن كده وادوق. لازم ادوق يا جماعه، لازم ادوق الحدق بتاعي واشوفه مظبوط ولا ايه. عاوز شويه ملح ما يضرش نحط له شويه ملح كمان. انا لقيت الحدق بتاعي دلع شويه، قلت اديله كمان شويه ملح عشان يطلع معايا مظبوط. في ناس بيعملوه بسكر يا حبايبي، انا اوقات بعمله بسكر مش بملح. ما رز المعمر بنعمل بسكر وبنعمل بملح، بتعمل بسكر وبملح. لو انت عايز تعمليه بسكر عادي، لو انت عايز تعمليه بملح عادي. ونفس الطريقه اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي، هي دي سر الوش يا جماعه. ما تحطيش اي دهون تموت معاكي وش اللبن ويخلوكي ما يعملش وش ولا يعملي اي حاجه خالص. خليكي معايا في الفيديو، اسمعي الفيديو لاخره، وانت هتشوفي التكه اللي انا هعملها هتخلي معاكي وش الرز المعمر خطير خطير خطير. يلا بقى ندخل اللبن بتاعنا الفرن من غير اي دهون، من غير اي سمن، من غير اي حاجة خالص. هو اللبن والملح بتاعنا او اللبن والسكر بتاعنا، وندخل بيه في الفرن. تمام يا حبايبي كده. آه لازم تكوني انت عايزه لبن لا، رز بلبن بوش، فتعملي الحركات اللي انا هقول لك عليها دي. وكده خلاص دخلت اللبن بتاع الفرن اهو معاكم يا حبايبي. الصينيه بتاعتي خلاص وعملت وش. شايفين الوش يا حبايبي؟ شايفين الوش عامل ازاي؟ وش حكايه يا جماعه. رز معمر، رز معمر بلدي صعيدي فلاحي، حاجه كده في اخر من الاخر يا جماعه. بصوا الجمال بقى. هجيب معلقه سمنه، خلاص هو عامل وش كده. هجيب معلقتين سمنه على قد ما انا عايزه اضيف عليه سمنه. والسمنه حطيتها على سخونيه البوتاجاز كده في الفرن، سخنت معايا. هنزل بيها بقى كده على الرز المعمر يا جدعان. يا نهار يا نهار على الجمال، بيبقى سايح نايح كده في بعضه. آه بصوا بحط الطبق كده زي ما انتوا شايفينه كده، وانزل بالسمن السايح اللي ساحت معايا. سمن بلدي بقى، يا نهار لو سمن بلدي بقى عندك يا خطير، يبقى خطير معاكي بجد. وتاكلي ما تشبعيش من الاكل الرز المعمر الجميل ده. وتنزلي على وشه كله كده 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 بالسمن، كله هيسقط في ارضيه الصينيه، وهينزل في الرز كله، والرز كله هيشرب من السمن بتاعتك وهو في الفرن لسه. وتسيبيه شويه بقى بالسمن بالوش بتاعه الجميل اللي انت عملتيه ده. وهتاكلي احلى رز معمر، احلى واجمل صينيه رز معمر هتاكليها من ايد صافي. وشفتوا الصينيه طالعه عامله ازاي يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قولوا رأيكم بقى. لايك يا جدعان، لايك يا حبايبي الصافي. يا ريت لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وكل جديد يا حبايب قلبي يا غاليين. انتوا عيلتي وحبايبي واغلى ناس على قلبي، اقسم بالله. الناس اللي بيدخلوا قناتي اغلى ناس على قلبي وحبايبي ومتابعيني الغاليين. يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. واللي ما يعرفش قناتي، انا صافي صافي كريم، ودي قناتي. يا ريت كل يدخل ويعمل اشتراك ويعمل لايك علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وكل جديد يا حبايبي غاليين. وشفتوا الطريقة الجميلة دي، يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات ايه. والرز طلع معاكم عامل ازاي باللبن والملح بس، وبعدين نضيف السمن وهو في الفرن، يطلع معاكي احلى رز معمر واحلى وش، وشكله خطير وجميل. تاكلي كده. في ناس كتير سألوا ازاي الوش ده بتاع الرز المعمر يتعمل ازاي. احنا محتارين نعمله ازاي، ما بيعملش معانا رز وش ولا بيعمل معانا حاجة، بيطلع ناشف ووشه ناشف ومش حلو معانا. اتبع الخطوات اللي انا قلت عليها في الفيديو كده، وانت هتاكلي رز معمر، احلى صينية رز معمر بالفراخ بقى، جنب بط جنب فراخ. تدخلي فيها الحمام، تعملي فيها بقى اللي انت عايزاه، بس بنفس الطريقة دي هتاكلي احلى صينية رز معمر بألف هنا وشفا يا حبايبي يا غاليين. ربنا يكرمكم ويسعدكم.
ويسعد كل أوقاتكم يا رب العالمين. ويا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من يوميات صوفي كريم. حبايبي الغاليين، خليكم بقى مع الصينية بتاعتي كده، ويا ريت تجربوها. وبألف هنا كده، الولاد أكلوا كده وكل واحد أخد خرطة كده من الرز المعمر في طبقه، وبألف هنا. ويا ريت متنسيش باللايك